السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة من ألذ أنواع الكيكة، خليط كده ما بين الكيكة والبسبوسة. هي كيكة الرواني. هنعملها بطريقة حلوة قوي، وإن شاء الله لو جربتيها مش هتعمليها غير بالطريقة دي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. بس يا ريت لو أول مرة بتشوفوني تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم منه كل جديد. يلا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة هبدأ بيها هعمل السيرب او الشربات. هجيب معايا كده كوباية وربع من السكر، وهحط زيهم كوباية وربع من المية. السكر ده هيكون مظبوط جدا. الناس اللي بتحب الحاجة مسكرة جامد ممكن تخليه كوباية ونص، بس السكر ده كان مظبوط جدا. وهبدأ اضيف عصير نص ليمونة، وهرفعهم على النار وهتسيبهم يغلوا حوالي 5 دقايق مش اكتر من كده. وبعد كده هركنه على جنب وهسيبه يبرد خالص لحد بقى ما اخلص الكيكة. الخطوة التانية اللي انا هعملها، هجيب الصينية اللي انا هعمل فيها الكيكة بتاعتي. الصينية دي الصينية الوسط اللي هي في الطقم الصواني المربعة، عشان انا عايزاها تكون عالية معايا. لو حابة تعمليها في الصينية الاكبر عادي مفيش مشكلة. هبدأ كده اجيب مكعب كده من الزبدة ويكون بدرجة حرارة المطبخ، وهدهن بيه الصينية. تقدري الخطوة دي تعمليها او تعملي مسحة زيت ورشة كده من الدقيق لو مش متوفر الزبدة. هبدأ اغلف الصينية كويس قوي بالزبدة، وهتكون معايا بالشكل ده. هركنها بقى على جنب وابدأ اعمل الكيكة بتاعتنا. هجيب الخلاط بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنزل بأربع حبات كده من البيض. البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ اهم حاجة. وهنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الفانيليا، وتقدروا تستخدموا الفانيليا السايلة. وبعد كده هنزل بكوباية واحدة بس من السكر بالشكل ده، وهضربهم مع بعض كويس قوي لحد ما يدوب السكر خالص ويعمل فوليوم معايا بالشكل ده. بعد كده معايا كوباية من الزيت. بالنسبة للكوباية اللي انا استخدمتها، استخدمت الكوباية المعيارية. تقدري تستخدمي اي كوباية موجودة عندك، اهم حاجة الكوباية تعايري بيها كل المكونات. هنزل بالزيت كده بالتدريج والخلاط شغال. هبتدي الاحظ ان الخليط بتاعي بيتقل، وده القوام المطلوب. اول ما يختلط كويس قوي الزيت بالشكل ده، هبدأ انزل على طول بكوباية من الحليب. هسيبهم بقى يتضربوا حوالي دقيقة كده بس مع بعض، المكونات كلها تختلط مع بعضها، وبعد كده هطفي عليها. ابدأ اجهز بقى الخليط الجاف معايا كده كوباية من دقيق البسبوسة او دقيق السمولينا. انا جايباه سايب خالص من عند العطار، معلهوش اي اضافات. ومعايا كوباية ونص من الدقيق الابيض المنخول، انا نخلاه. وبعد كده هبدأ انزل بكيس من الكيك شيف. انا مش بستخدم البيكنج باودر عشان بيغمق الكيكة. الكيك شيف افضل حاجة. هبدأ انزل بيه كده على الدقيق، وهنزل برشة بسيطة خالص من الملح بالشكل ده. هقلبهم بقى كويس قوي مع بعض قبل ما انزل عليهم بالخليط السائل. لازم اخلطهم كده مع بعض الاول. بعد كده هجيب بول عندي وهبدأ انزل بالخليط السائل بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القوام بتاعه حلو قوي ازاي؟ هو ده الشكل اللي انا عاوزاه. هبدأ انزل كده بقى بالخليط الجاف اللي انا عملته ده، هنزل بيه على مرتين بالشكل ده. انا هنزل بالنص الاول وابدأ اقلبه كده بالمضرب بالشكل ده. اول ما يختفي الدقيق هبدأ انزل بالجزء التاني على طول. ما نحاولش نقلب كتير عشان دقيق البسبوسة ما بيحبش التقليب الكتير والكيكة تطلع معانا ناشفة. هقلب بس لحد ما اخلط المكونات بتاعتي والخليط يكون معايا ناعم جدا. الم كده الجوانب بالمضرب واضرب، الم الجوانب واضرب لحد ما يختفي الدقيق معايا خالص. وهو ده بيكون القوام بتاعها زي ما انتوا شايفين، قوام ناعم ومش تقيل ومش خفيف زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبدأ انزل بقى بالخليط بتاعي في الصينية المدهونة زبدة. الم بس الاطراف كده بالاسباتيولا، وهنزل بيها على طول في الصينية. شايفين قوامها؟ هو ده القوام المطلوب. انا مشغله الفرن بتاعي من قبل ما اشتغل خالص في الكيك على درجة حرارة 180، والفرن شغال من تحت بس مش بشغل عليها الشواية خالص.
هدخلها الفرن ومش هفتح عليها قبل نص ساعة. هي خدت معايا نص ساعة و5 دقايق وطلعت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده ما شاء الله، هشة جدا ومرتفعة. هجيب بقى على طول السيرب بتاعي. السيرب كان بارد مايل لدافي شوية. هنزل بيهم على طول على الكيكة اول ما تخرج من الفرن بالشكل ده. هي خدت الكوباية وربع سكر اللي انا عملتهم، وكان مظبوط السكر بتاعها جدا. هبدأ كده اقطعها على طول وهي سخنة عشان ازينها، والخطوة دي اختيارية، ممكن تسيبيها كده وما تحطيش عليها اي حاجة. هبدأ كده اقطعها بالشكل ده. انا هقطعها كده مربعات بالطول وبعدين هقطعها بالعرض بالشكل ده. وبعد كده هبدأ ازينها بجوز الهند. تقدروا تضيفوا جوز هند للخليط نفسه واحنا بنعمله، ممكن نضيفه في الخلاط او على الخليط الجاف، بس احنا مش بنحب جوز الهند جواها. انا بكتفي بيه بره بس للتزيين. شايفين الجمال؟ حاجة كده ما شاء الله، وسريعة جدا وسهلة ونتيجتها مضمونة 100%. بالنسبة لطعمها بقى حاجة كده ما شاء الله، مش هتبات لتاني يوم. دي حقيقة، جربيها وان شاء الله هتدعيلي. هقطع كده حتة ونشوفها مع بعض. شايفين عالية قد ايه؟ مش قادرة اقول لكم قد ايه بقى هي هشة وطعمها لذيذ جدا. هشة جدا ولذيذة، حاجة كده ما شاء الله. عايزة اوريكم كمان شكلها من تحت مستوية ازاي. يلا بقى جربوها بطريقتي وهستنى رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. اشوفكم الفيديو الجاي بأمر الله على خير. مع السلامة.